جلالة الملك محمد السادس يرحب برؤيتكم وقيادتكم، وذلك من أجل تعزيز السلام وإرساء الرخاء والاستقرار في كل أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. والشكر موصول لخطتك، خطة السلام التي أطلقتها الخاصة في غزة، والتي أدت إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وكذلك إنقاذ حياة الناس وتبني مقاربة عملياتية من أجل إعادة بناء وإعمار غزة. واليوم ونحن كعضو مؤسس في مجلس النواب وبموجب توجيهات جلالة الملك محمد السادس، فإن المغرب تتعهد بتقديم ما يلي تكريما لرؤية الرئيس ترامب لتحقيق السلام. أولا، المغرب قدمت أول إسهامات مالية لمجلس السلام. ثانيا، المغرب على استعداد لنشر قوات أمن وعناصر شرطة في غزة، والمغرب كذلك ستعمل على نشر ضباط رفيعي المستوى ليدعموا هذه المهمة. كذلك المغرب ستقوم بإقامة وإنشاء مستشفى ميداني، كذلك ستشارك في برامج من شأنها مكافحة خطاب الكراهية وتدعو إلى التعايش السلمي. وفي الختام اسمح لي السيد الرئيس لتسليط الضوء على 4 نقاط. إن الشروط التي تضمنتها المرحلة الثانية من خطتك ذات 20 نقطة ينبغي أن تتحقق، وذلك من أجل إنجاح مساعينا ومن خلال الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، وهو أمر مهم. وكذلك أؤكد على أهمية ملكية الفلسطينيين لمؤسساتهم. وأخيرا السيد الرئيس، أنت القائد الوحيد التي تمكنت من جلب السلام إلى منطقة الشرق الأوسط، ونأمل أن تقود جهود الاستقرار في غزة إلى التوصل إلى حل يقوم على أساس إقامة الدولتين.